حليم وأمل طلعوا بيشتغلونا وكل ده كدب. الطلاق والخيانة والخطوبة والهدايا والعربيات كلها كذبة كبيرة عشان الترند. ربنا يستر وما تكونش بنتهم كمان فيك. يا جماعة البنت والولد اللي عاملين انهم متطلقين على التيك توك انا شفتهم امبارح الساعة 2 بالليل في مدينتي، وكان معاهم بنتهم واقف قدام بيتهم كده بالعربية والجو رومانسي، وعيني جت في عينهم بس معرفتش اصور للأسف. يعني بنسبة 99% الكلام اللي بيقولوه حليم وأمل طلع غلط وكذب. ايوه هما والله يا جماعة ومعاهم البنت، يبقى ازاي متطلقين؟ ولا ده تمثيل وبيشتغلونا؟ ده كان كلام بنت شافت الكابلز الشهير في مدينتي وهي في مشوار هناك مع عائلتها، وكتبت الكلام ده على السوشيال ميديا، وهي في حالة صدمة لأنه واضح إنها من متابعين أمل وحليم اللي اتصدموا لما عرفوا إن الثنائي الشهير انفصل. لكن صدمتها الأكبر لما اتأكدت إن كل ده تمثيل واشتغالة وترند جديد. احنا كجمهور بنتفرج وبنتابع، وهما بينزلوا كل حاجة، قصة حبهم وطلاقهم وخيانة الست لجوزها وبعدها تدخل علاقة جديدة قبل ما العدة تخلص. مش كده يا جماعة، الكلام واضح واللعب بقى على المكشوف. طب نصدق ازاي؟ لو انتوا فعلا عايزين الناس تصدق لازم تنزلوا دليل، حاجة حقيقية مش تمثيل. بس لا، واضح انهم واخدينها سبوبة، كل شوية فيديوهات على يوتيوب وعلى تيك توك، لايفات 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 وهدايا بتنهال عليهم من كل ناحية. الناس متعاطفة لانهم داخلين في دور الضحية، يا حرام اتطلقت، يا حرام مظلوم، وهي شهرتها بتزيد وعملت قناة على التليجرام عشان المتابعة، وده طبعا مع الولد الجديد اللي هو المفروض حبيبها. وحليم بيعيط في لايف ويقول كلام متناقض، مرة بيقول انه ارتبط ومرة لأ علشان بنته. انا بصراحة شايفة ان ده ترند متفق عليه، يعني 3 داخلين في مشروع ترند والكل مستفاد. بس لو الكلام طلع بجد، يعني ايه مراته تروح تتصور بوضعيات غريبة وتقول لراجل تاني انا بحبك؟ دي اهانة مش بس ليك يا حليم، ده لكل راجل عنده كرامة. الشعب المصري كله اتقلب عليهم، والمأذون مستني يطلقكم بجد. بصراحة احنا بنشارككم حياتكم كلها، ناقص نخش الحمام معاكم. واحدة طلعت على تيك توك قالت انها شافتهم سوا في مدينتي، وانت يا حليم عامل فيها الهادي الرزين. طب ما توضح للناس، نزل حاجة تثبت، ورينا فين الحقيقة. تيك توك بقى المنصة الأولى لجمع الفلوس، لايفات وهدايا وتبرعات، كل ده عشان انت زعلان. يا عم خد لك لايف وابكي والدنيا هتتملي هدايا، وكل يوم قصة جديدة، وحليم يرجع ينفي وأمل تشعلل، لحد ما واحدة قالت ازاي تسيبي بنتك وتتجوزي؟ أمل ردت وقالت بنتي معايا 24 ساعة في اليوم. بس الفيديوهات بتقول غير كده، والبنت باينة انها مع أبوها. يعني ايه؟ فهمونا. لو الموضوع متفبرك الناس هتقلب عليكم وهتندموا فعلا، وبعدين تقولي بنتي مش محتوى. ده انتوا طلعتوها في السونار وهي لسه في بطنك يا شيخة، حلبتوها قبل ما تتولد. بيقولوا انهم اتطلقوا، ومن هنا بدأت المفاجآت. فجأة لقينا خطيبها جايب لها مرسيدس، مغمي عينيها وعامل لها مفاجأة، ومحدش عارف هو بيشتغل ايه، بس الشكوك بتقول تجارة سلاح أو مخدرات أو يمكن نووي، الله أعلم. الهدية جت وبعدها حضن وبعدها المفتاح، ما كملتش يومين والعربية اتخبطت. أمل نزلت بوست على فيسبوك العين وحشة، بس استنوا، دي عربية بي ام مش المرسيدس، يبقى دي عربية خطيبها. طب ما عنده 60 عربية، يعوضها بواحدة تانية وخلاص. فجأة أمل قررت تتحجب بعد كمية صور وخطوبات وفيديوهات في العربية، قررت تاخد هدنة روحية. شوية تقوى بقى يا جماعة، ربنا يثبتك يا أمول. بس في الآخر الفيديو ده كله موجه لحليم، كل صورة وكل ستوري بتقوله شوف أنا فين وشوف أنت فين. والأغرب بقى إنها قررت تنفصل عن حليم عشان حليم ما بقاش يقول لها ايوه مرة طبعا، امال ايه؟ فاكرة نفسك راجل ولا ايه؟ يعني الراجل كان بيناديها أمولتي وأمولة، راحت سابته وراحت للي بيقول لها كده وهي مبسوطة. ازاي يعني؟ ازاي حد يتقاله كده ويفرح؟ ده لو مقلب فهي كارثة، ولو بجد تبقى مصيبة سوشيالية. احنا بقينا في عالم التيك توك، كل حاجة بقت ترند، حتى الطلاق والحب والجهل. بس لو سمحتوا اعملوا لايك وشير للفيديو، وفكروا معايا ايه ممكن يكون محتوى الحلقة اللي جاي. انا كده وصلت لنهاية حكاية النهاردة من حكايات المشاهير. اتمنى تشاركوني بآرائكم وتعليقاتكم، واشوفكم في حكاية جديدة من حكايات المشاهير. سلام.